أعزائي المشاهدين، يسعدكم مساء. أنا شمال علي وأنتم تشاهدون قناة هيوا. قناة هيوا هي قناة باللغة الكردية بالأساس، وهيوا تعني بالعربية، هي كلمة كردية وتعني بالعربية الأمل. هذا القناة هي أساسا تقدم برامج باللغة الكردية، ولكن أرتئي من بين الحين والآخر أنه أعمل برامج باللغة العربية. وهذا البرنامج مثل ما تشوفون هي حول دوافع وتداعيات تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق. وضيفتي العزيزة اللي أشكرها أنه قبلت دعوتي الليلة على هالبرنامج هي الرفيقة العزيزة نادية محمود. أهلا وسهلا بك نادية، سعيد جدا أنه أهلا وسهلا شرفتني. شمال. زين نادية، ندخل بالموضوع على طول مثل ما يقولون. قبل فترة وهي في شهر تموز بلشت الأحزاب الإسلامية، العصابات الإسلامية أحسن نقول، بالبرلمان العراقي أنه تعد قانون جديد لتعديل أو تقدم تعديلات على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 اللي صدر في 1959. التعديل هاي تعديلات رجعية حسب كل المراقبين، هي تعديلات يعني تودي بينا بالمجتمع إلى الوراء، إلى عصر تقريبا ما قبل التمدن والتحضر، عصر السبايا وعصر تزويج البنات الصغار، وتشرع لاغتصاب الأطفال خصوصا البنات. أنا أريد أسمع منك. طبعا سوينا قبل فترة برنامج آخر، كان شهر قبل سوينا برنامج على نفس الموضوع، وأنا ما أريد أطيل بالمقدمة وهاي، نريد ندخل بالموضوع مباشرة. شنو هي آخر التطورات؟ شنو هي آخر التحديثات على هالشيء هذا؟ شنو اللي صار؟ يعني وين وصلنا بالموضوع؟ نعم، مساء الخير شمال، ومساء الخير لكل المشاهدات والمشاهدين. آخر التطورات أنه خلاف ما كان ترغب به المجاميع النسوية والمجاميع المتمدنة والتحررية أنه أن لا يقرأ هذا التعديل قراءة ثانية، تمت قراءة التعديل قراءة ثانية. وطبعا وصول هذا التعديل من القراءة الأولى إلى القراءة الثانية مؤشر جدا خطير، بمعنى أنه اقترابه من مسألة التصويت تصبح يعني قريبة جدا. وفعلا هنالك كلام من قبل الأوساط الداعية إلى التعديل أنه سيجري التصويت عليه قريبا، يعني حتى يمكن في غضون شهرين أو أقل، وكل الأحوال في هذا العام. وأيضا هم بادين مجموعة يعني تحركات أعضاء البرلمان الداعين إلى التعديل، مجموعة تحركات كان آخرها اللقاء مع المجلس القضائي الأعلى بالعراق، ويبدو أنه قادرين يكسبون القضاء إلى جانبهم. القضاء ما شايف أنه أي شيء يعني غير دستوري بهذه التعديلات. وأيضا احنا نسمع من الأطراف السياسية السنية أنه ليست لديهم أي مدونة راح يقدموها حسب ما طرحوا الأحزاب أو ممثلي الأحزاب الشيعية في البرلمان، أنه ستقدم هنالك مدونة من الوقف الشيعي ومدونة أخرى من الجهات السنية. يبدو أن الأطراف السنية عندها موقف من هذا التعديل، وهم يأكدون على تمسكهم بالقانون 188 النافذ. ومن جهة أخرى طبعا الاحتجاجات مستمرة. هنالك دعوة إلى تظاهرة في يوم 27 من شهر أيلول، بمعنى أنه الاحتجاجات على تشريع هذا التعديل، الاحتجاجات لا زالت قائمة ولا زالت مستمرة، ولا زال هنالك صراع جدا واسع. مثل هذا الصراع أنه تعرضوا مجموعة من المحامين مثل المحامي محمد جمعة، زينب جواد، قمر السامرائي، بالإضافة إلى التشويه السمعة، بدأوا يتعرضون إلى مضايقات مهنية. يعني المحاربة راح توصل أو وصلت إلى المحاربة بالأرزاق، يعني إيقافهم عن ممارسة عملهم مثلا. لازلنا ننتظر المجالس، ما يسمى بالمجالس التأديبية، وخصوصا للأستاذ المحامي محمد جمعة. فالصراع لا زال مستمر، الرفض لا زال مستمر من جهة الناس بشكل عام، وإصرار الأحزاب الإسلامية الشيعية على المضي
يعني التصويت على هذا التعديل. اوكي، زين، برأيك شنو الدوافع؟ يعني احنا برنامجنا هو اساسا محورين، الدوافع لازم نحللها ونقول ونفضح انه شنو اللي ورا هالسعي هذا، هالسعي المحموم. يعني هسه يعني ما بقى مشكلة بالعراق، يعني خلصنا من مشاكل الفساد والبطالة والكهرباء والمي والطرق والترافيك وكل هالمشاكل هاي خلصنا منها، والبيئة، يعني بلد غارق إلى آذانه في المشاكل والأزمات، وهاي يعني ما بقى شيء إلا هالمسألة هاي، إنه تزويج البنات الصغار أو تمكين الملالي أو شيوخ الدين من تحديد أطر القانونية وأطر الأسرة في العراق. بس قبل هذا أريد بس أنوه أنه أصدقائي المشاهدين الأعزاء، هذا البرنامج وبرامج أخرى حول المسألة هي جزء من مواجهة الهجمة الشرسة على أبسط حقوقنا، يعني مو كنساء بالعراق، حتى كرجال، حتى المجتمع كله معترض إلى هجمة. أرجو منكم مساعدة في بث هالبرنامج هذا، وأنه يعني تخلون أكبر عدد من المشاهدين يشاهدون هالبرنامج، ونرحب بأي مشاركة سواء عن طريق الكومنتات، التكستات اللي ممكن تعلقون، خصوصا على اليوتيوب مباشرة يجينا على الاستوديو وممكن نعرض أسئلتكم، ملاحظاتكم، حتى انتقاداتكم. أو إذا كان في ناس مثلا يريدون أو يرغبون في المشاركة عن طريق الفيديو أيضا ممكن يتواصلون معي على الفيسبوك الماسنجر، أنا راح أبعث لهم اللينك وممكن يشاركون ويجون الاستوديو. نعم نادي، شنو دوافع القوى الرجعية؟ نعم، هنالك مجموعة نقاط يمكن أن نتحدث عنها. النقطة الأولى هو من وجهة نظري أنه هذا الصراع هو صراع سياسي أولاً، أو على الصعيد الأول هو بين الأحزاب الإسلامية الشيعية نفسها، الصعيد الأول أو المستوى الأول. يعني الأحزاب الإسلامية الشيعية وخاصة عند مقتبل أي انتخابات تحاول تتبارى فيما بينها على من يقدم مشاريع أكثر إسلامية وأكثر يعني تسييد للمذاهب، وهنا طبعا نتحدث عن المذهب الشيعي أكيد. فنشوف انه مجموعه قوانين تقدمت بالاونه الاخيره، يعني بين سنه 2023 و2024، مره يقدمها الاطار التنسيقي، مره يقدمها التيار الصدري، وكل هذه القوانين اللي تقدمت هدفها هو انه كيف تحقق نصر على منافسه الاخرين ضمن الاحزاب الشيعيه نفسها. يعني حولوا الميدان القانوني الى ميدان صراع فيما بينهم، بحيث يعني كل واحد يجيب قانون جديد. يعني مثلا رائد المالكي هو اللي جاب هذا التعديل، فكرة هذا التعديل هو نفسه اللي كان قبل كم شهر، أعتقد بشهر الرابع أو شهر الثاني، بدأ الحديث عن قانون مكافحة البغاء والمثلية وإلى آخره. القانون اللي ما حصل على أي نقاش أو إلى آخره. فهذا مستوى من الصراعات بينهم أولا من وجهة نظري. النقطة الثانية هو الصراع ما بين هذه المجموعة من الأحزاب الإسلامية الشيعية والمجتمع بشكل عام. يعني وهذا اللي يفسر ردود الفعل الغاضبة والمحتجة من قبل المعارضين لهذا التعديل واللي ينادون بلال التعديل. يعني مجموعة القوانين اللي جابوها على سبيل المثال، يعني خصوصا بعد الانتفاضة وبعد تحديدا مثلا من تموز 2023 جابوا قضية الجندر، وجرموا مصطلح الجندر، وجرموا مسألة النوع الاجتماعي، بحيث حتى هذه الأحزاب نفسها فرضت تراجع على الدولة نفسها، على الحكومة نفسها. يعني حتى الحكومة تخلت عن المصطلحات اللي كانت تستخدمها. بعد ما انتهى موضوعة قضية الجندر، اجوا بقضية المثلية ومن يدافع عن المثلية
واعتبروا أنه كل شخص يدافع عن قضية الجندر والمساواة بين الجنسين ويدافع عن المثلية ويروج إلى مسائل مأخوذة من الغرب ولتحطيم بنية المجتمع العراقي ونسيج الأسرة العراقية وإلى آخره من هذه الأقوال. بعد فترة اجوا بقانون جديد اللي هو اعتبار، وكان هذا مطروح من قبل التيار الصدري، انه يعتبرون يوم الغدير هو يوم عطلة رسمية في عموم البلاد. وطبعا هذا اثار نوعا ما من الجدالات مع الاطراف السنية، لكن بالاخير تم حسمه يعني. فبالاساس هو هذا صراع سياسي، وهذا الصراع ليس بجديد. يعني احنا نعرف، واعتقد الجمهور اللي يتابعنا يعرف انه منذ صدور هذا القانون سنة 1959 كان هنالك اعتراض من قبل اعلى مرجعية شيعية ممثلة بمحسن الحكيم، احتج على او رفض قانون الاحوال الشخصية باعتبار انه هذا ضد الاسلام ببساطة شديدة، وبالحقيقة أنه ينقل صلاحيات الحسم بمسائل الأحوال الشخصية من المحاكم الشرعية ومن رجال الدين إلى مؤسسات الدولة. فكان هذا أول احتجاج سلبهم من القوة والسيطرة أو الهيمنة. نعم. فكان هذا أول رفض للقانون حال إصداره سنة 59. لكن طبعا الأمور أخذت مجراها، وهذا القانون مشى وتقبل المجتمع العراقي وتعايش وياه، والناس تزاوجت وتطلقت ومارست مسائل الإرث والنفقة والحضانة وإلى آخره بشكل يعني ما أثار احتجاج أحد. لكنه بعد صار الزيجات بين الطوائف طبعا، واختلطت الطوائف، الزيجات بين الطوائف بدون شيعي حتى مسيحي إسلامي. نعم، بدون ما يكون هنالك ذكر مثل ما الآن يجري أنه يجب الاتفاق على أي مذهب الزوجين راح يلتجؤون بحسم أمورهم بالأحوال الشخصية، وإذا لم يكن هنالك اتفاق مذهب الزوج هو الذي سيؤخذ به. طبعا هذا حتى لو قبلنا القانون هذا التعديل، لماذا مذهب الزوج؟ هذا إذا قبلناه، طبعا احنا أساسا رافضين. لماذا مذهب الزوج؟ لماذا ليس مذهب الزوجة؟ هذا ما كان موجود. فبعد 2003 يعني أريد أقول إنه هذا الوقوف ضد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 59 حاولوا بعد 8 أشهر من سقوط نظام صدام حسين في شهر كانون الأول ديسمبر 2003 جابوا مقترح جابر عبد العزيز الحكيم، كان رئيس مجلس الحكم في ذلك الوقت، وسعى من أجل إلغاء قانون الأحوال الشخصية كله مع بعضه يعني بشكل كامل وتام، وإحلال قانون الشريعة. طبعا هذا ما نجح. بعدين ثبت بالدستور مادة 41 اللي هي مادة خلافية، ثبتت بالدستور أنه الناس تلجأ في قضايا الأحوال الشخصية تلجأ إلى مذاهب. وبقت هذه القضية قضية خلافية، يعني هذه المادة تعتبر مادة خلافية داخل الدستور، ولذلك كمحتجين ومحتجات على هذا التعديل أنه نقول ليش هم يستندون بهذا التعديل اللي يعتبروه تعديل دستوري وما بخطأ، ليش يستندون إلى مادة أساساً هي خلافية، أساساً عليه خلاف، ومن هنا تجي مسألة إلى أي حد هذه دستورية مثل ما يقول مجلس القضاء على أنه المسألة دستورية. فأيضاً ثبتت بالدستور العراقي، ومع هذا المحاولات مستمرة. يعني لما وصلنا سنة 2014 مرة أخرى حاولوا يجيبون القانون الجعفري طبعاً، وأيضاً وجد مرة أخرى رفض واحتجاج وما جرى العمل به. لكن يبدو أنه بعد الانتفاضة والسنوات اللي تلتها مثل ما ذكرت قبل شوية، أنه بدأوا هجمة تدريجية على المجتمع المدني، على المنظمات النسوية، على النسوية، على المنظمات الداعية للمساواة بين النوع الاجتماعي. يعني كل مرة يحققون تقدم جديد باتجاه أسلمت وإظهار الطابع الطائفي الشيعي للمجتمع. طبعاً وبهذا المسار هم أيضاً مثل ما قلت يعني هم يتبارون مع بعضهم البعض على من سيتقدم أكثر في هذا المسار. فإذا هذه المحاولة الأخيرة اللي يبدو أنه
يعني حققت نجاح لحد اللحظة ما حققته أي محاولة أخرى بالسابق، لا بال59 ولا بال2003 ولا بال2014. يعني أنه قدروا يوصلون هذا المشروع إلى قراءة ثانية في البرلمان. هذا طبعا يعتبر إنجاز لهم طبعا. واللي نلاحظه أنه حتى رئيس البرلمان في الجلسات الأخيرة وسط احتجاج العضوات البرلمان اللي موجودات، اللي هم قالوا احنا عندنا 124 اسم عضو برلمان يطالب بسحب او تاجيل القراءه الثانيه، لكنه رئيس البرلمان محسن المندلاوي ما اخذ بهم، يعني هو اخذ براي 100 عضو برلمان حتى يفرض القراءه الاولى، لكنه ما اخذ براي 124 عضو برلمان يطالب بتاجيل القراءه الثانيه. فيبدو هنالك يعني مساومات. أنا سمعت إنه في أكو مساومة، يعني أكو نوع من الصفقة تجري ما بين القوى الرجعية اللي تدعي تمثيل الشيعة أو تمثل على أساس الكتلة الشيعية، وبين اللي يمثلون على أساس الكتلة السنية ويدعون تمثيل المنتمين إلى المذهب السني، إنه وافقونا على هالقرار هذا وعلى هالقانون، احنا راح نخلي سبيل سجنائكم اللي بالسجن وهاي. فهل هذا الكلام صحيح؟ يعني اكو نعم هي منذ القراءة الأولى اللي كان مقرر لها تكون يوم المهم يعني هو الصفقة كانت منذ القراءة الأولى في 24 تموز، يعني لما نزل جدول أعمال البرلمان في يوم 24 تموز كان بمناقشة قانونين مع بعض، أو القراءة الأولى لقانونين مع بعض. واحد طرح مثل ما تفضلت المكون الشيعي أو أعضاء البرلمان الشيعة، والثاني هو مطروح من قبل أعضاء البرلمان من مثل ما يسمون المكون السني، إنه توافقون على تعديل قانون الأحوال الشخصية، راح نوافق لكم على قانون العفو العام. يعني ربطوا المسألتين، العفو العام مع قانون الأحوال الشخصية. وهذا ظل الجدال موجود طبعا، والاعتراضات والاحتجاجات من قبل الناس انه كيف موضوع مثل من هالقبيل اللي يمس كل أسرة عراقية. قانون الأحوال الشخصية قانون في غاية الأهمية ويمس كل فرد كل مواطن، لأنه يمس حياته اليومية حياته الاجتماعية. كيف تربطوه بقضية مثل العفو العام، قضية العفو العام، درجهن اثنينهن مع بعض في يوم واحد في جلسة واحدة، يعني يوضح أنه هنالك وراء الأكمة ما وراءها، أنه هنالك يعني ماخذين عليهم رهائن ماخذين عليهم رهائنهم موجود بالسجن، يهدوهم وهم يوافقون على قانون. يعني هم رجعيين بنفس الجوهر، يعني ما عندهم فرق، بس يعني الموضوع مبين انه بنوع من الصفقة. نعم، لكن لحد الآن اللي هو جاي يتقدم أكثر وأكثر هو القراءة الثانية، هو قانون الأحوال الشخصية. يعني هو المحتل الساحة أكثر مما محتل قانون العفو العام الساحة، النقاشات والجدالات والاحتجاجات حتى داخل الأوساط السنية. يعني مو هذا اللي شائع موضوعة راح نجيب مدونة من قبل المجلس العلمي السني لو ما راح نجيب. طبعا هسه الأصوات متعددة يقولون لا احنا متمسكين بالقانون 188، وعلى الشيعة انه اذا يريدون هم يجيبون قانون خلي يجيبون قانونهم. ففعلا يعني هذه المساومات، وهذا طبعا بالتاكيد يعني مختلف الشخصيات الاكاديميه، المحامين، النسويات تناولوا هذا الموضوع ككل من جوانب وزوايا مختلفه، تاثيرها على النساء، تاثيرها على الطفل، تاثيرها على المجتمع، خلينا نقول يعني شلون تقويه النزاعات الطائفيه مره اخرى، لانه احنا راح ندخل بنزاعات تبدا نعرف متى تبدا ولكن لا نعرف متى تنتهي، يعني خصوصا بين زوجين، واحد من المذهب الشيعي وواحد من المذهب السني. طبعا هي احد الادعاءات اللي يستخدموها انه هذا يعطي حريه للمواطن انه هو يختار مذهبه. هو بالحقيقه انت جاي تفرض على المواطن يختار مذهب، انت مو جاي تعطيه حريه، انت جاي
تحصر حريته بخيار، اما تكون سني او حرية شيعي اختيار وسيلة الإعدام. هاي مثل هيك حرية اختيار راح نعدمك بس بيا وسيلة أنت حر تختار، يعني بالحبل الرمي إيه، هاي في هيك حرية. نعم، حرية فيعني بهالمعنى. هم يقولون احنا نريد نعطيهم حرية الخيار. لا، أنا أشوف أنه بالعكس أنت جاي الصادر من عنده حق أنه ما يختار أي شيء، يعني تريده يختار أي من المذهبين، وطبعا كل حديث عن الأثر الرجعي وإلى آخره من هالأشياء. فيعني الناس متزاوجة لحد الآن وما عندها أي مشكلة، لكنه هذا القانون راح يخلق التعديل راح يخلق مشاكل عديدة، خاصة هم المدافعين عن التعديل يتحدثون عن أنه اللي ما يريد يعرف حسب مذاهبه يقدر يتمسك يبقى على القانون النافذ 188. يعني المسألة إذا هم غيروا مواد وحذفوا مواد انحذفت تمسح من القانون تعدل، كيف ممكن الإنسان يقول أنا أرجع للنص القديم؟ هو أنت مسحته، أنت غيرته، عدلته، سمي أي سميه. طبعا وأنا أعتقد قضية التعديل يعني كلمة ملطفة عن مسألة هو أصلا تغيير قانون الأحوال الشخصية، لأن هم حاولوا من سنة 2003 يغيرون القانون جملة كله يشيلوه ويجيبون الشريعة، ما قدروا يغيروا جملة كله يعني على بعض الباكج الحزمة بكاملها، فبدأوا يلجؤون إلى أنه يقضموا مادة. فنشوف مثلا من سنة 2017 تحدثوا عن تغيير المادة 57 اللي عفوا بشهر سنة 2019 بشهر السابع جابوا مسألة تغيير الحضانة، حضانة الطفل، وتغيير المادة 57 من القانون، من قانون الأحوال الشخصية طبعا، وهذا لقى اعتراض واحتجاج جدا واسع وما جرى العمل به. فبدأوا يلجؤون إلى تعديل مادة، قضمة مادة، القضاء عليه مادة، وبآخر مطاف نشوف إحنا إنه تبدل كامل قانون الأحوال الشخصية، يعني ما قدروا يغيروا كله، لكنه بدأوا يقضون على مادة. طبعا هذا إحنا ذكرنا أيضا إنه بواقع الحال لما ترجع على الواقع الآن تشوف إنه حقيقة زواج القاصرات موجود من غير ما يكون هنالك قانون دولة يمنع زواج القاصرات. زواج عفوا خارج المحاكم وعند رجال الدين، ولم تتم مصادقة العقود الزواج في محاكم الدولة، والنساء يدفعن الثمن غالي لأنه لازم يثبتون بنوة أطفالهم إلى الآباء، وبأحايين كثيرة النساء الأمهات هم اللي يردون يثبتون يعني أبوة هذا الطفل أو هذه الطفلة، ويدخلون ممكن بالسنين والسنين لا يقدرون يطلعون الأطفال هويات أحوال مدنية، ولا يقدرون يدخلون مدارس، ولا يقدرون يسافرون، ولا يقدرون يسوون أي شيء، حيث أنه يعني خصوصا إذا صار الانفصال الرجل لا يأتي مع الزوجة ويكمل الإجراءات المطلوبة القانونية. تعدد الزوجات طبعا هذا بالقانون النافذ هو ممنوع إلا بحالات معينة، إنه موافقة الزوجة الأولى أو في حالة وجود سبب معين. وأيضا زواج القاصرات ممنوع إلا بحالات معينة، يعني هو الثابت إنه عمر الزواج 18 سنة، لكن في حالات معينة إذا حدث الزواج والبنت أو المرأة تكون حامل وهي تحت سن الرشد لكنه حامل، القاضي يضطر يعترف لها بالزواج، والا الطفل ايش راح يسوون به والزواج؟ بالقانون ما يقول يضطر. نادي انا يعني قرأت القانون واطلعت على هالنقطه هاي، انه القانون ما يقول يضطر القاضي، بس القاضي ممكن انه يقيم الوضع ويقول انه هاي هي احسن قرار اني اصدره، انه اعتبره رسمي واعتبره زواج رسمي وممكن نسجله. يعني هو القاضي يبين مو على اساس الحمل بس ممكن اكو حالات معينه صارت وانه البنت كانت حامله عمرهم 15 سنه 16 سنه، فالقاضي قال بس هي هاي حاله معينه من الحالات. في حالات اخرى ممكن انه القاضي يشوف انه هاي، يعني هو اساسا القانون القديم يعني ما هو يقولون من سخريات القدر، بس هو مو من سخريات القدر، من سخرية هالأوضاع هاي، هالهجمة على أساس الديمقراطية اللي أمريكا جابتها بعد 2003. احنا في
سنوات انت تتذكرين وكنت بكردستان بوقتها، نحن بسنوات التسعينات بال94 و95 و96 كان اكو يعني حملات كلش قويه، وحتى استمرت لل2000 حمله قويه لتغيير قانون الاحوال الشخصيه، مو بهذا الاتجاه، باتجاه اخر، انه مثلا انه منع تعدد الزوجات بتاتا، يعني منع بات تعدد الزوجات، او منع زواج القاصرات بهاي، او حتى مثلا علاقات الاسريه مثلا بين المراه والرجل، الميراث، هالمسائل هاي. يعني كانت في حمله لتعديل القانون باتجاه تقدمي، ولكن احنا نجي بعد 30 سنة من ذاك الوقت، نجي هسه نضطر انه ندافع على نفس القانون اللي احنا كنا نحاول ونناضل من اجل تغييره، مع الاسف. يعني وهذا القانون مو شيء الواحد يدافع عنه، يعني مو قانون هوايه متقدمي، وهاي صحيح صدر في 1959، بس من ذاك الوقت لحد هسه كان في عليها اجرت عليها تعديلات في زمن الانظمه القديمه، وتحولت، يعني ما بقت بنفس الروح. وكان في امكانيه انه هذا القانون ب 59 يتطور الى الاحسن، ولكن مثل ما تفضلتي انت وشرحتي انه كيف خصوصا المرجعيه الشيعيه وقفت بوجهه وقالت انه هذا هدم للاسره، وقانون ضد الاسلام وضد الدين وما شابه. زين، انا عندي تصور معين، وانا سبق وناقشته معك تقريبا. انت كان عندك زاويه وما قبلتيها مثل ما انا حكيت، بس انا ما زلت اشوف انه من الدوافع او الدافع الاساسي لهاي الاحزاب الشيعيه في تبني هالقرارات الرجعيه. يعني ما نكشف سر اذا نقول هاي الاحزاب مفلسه من الناحيه السياسيه، ومن الناحيه الاخلاقيه، ومن الناحيه المبدئيه، ومن الناحيه من كل الادعاءات اللي ادعوها، مثلا النضال ضد الاستعمار وهاي، وهم متعاملين هسه مع الاستعمار. حتى مع امريكا ما طلعتهم هاي المواجهه اللي كانت بالسابق، وهاي تحرير العراق من الهيمنه الامريكيه، وهالمسائل هاي تقريبا ضموها. احنا في الوقت الحالي، خصوصا هالليله هاي، احنا بدنا نشوف مجزره ترتكب بحق حزب الله. ايش سوى اليوم؟ ما ادري، دفعوا بسبع طيارات شو اسمه درونات، وهاي اساسا لا توكل خز ولا تاثر باي شيء، دزوها وسقطوها الاسرائيل، وهذا كل مساهمتهم في هالهجمه هاي اللي تصير على اخوانهم الشيعه اللي بلبنان. يعني هم مفلسين افلاس تام، كل الادعاءات اللي ادعوها، كل الشعارات اللي قالوها، لا اذا انتم مثلا بيكم خير وهيك عصابات وهيك مسلحين بكل هالاسلحه الفتاكه هاي، اذا ما تستخدموها اليوم بالدفاع عن شيعتكم وتقولوا نحن ندافع عن الشيعه، هاي شيعتكم بلبنان هسه. هو طبعا الهجمه الاسرائيليه على كل الشعب اللبناني، وانا متضامن مع لبنان، مع المجتمع اللبناني، مع كل الجماهير بلبنان، والمساله ما اشوفها بهالصيغه هاي. بس اذا شفناها بعيونهم، وهاي الهجمه على حزب الله، انتم وين هاي؟ بس طبعا هم ما يقدرون يقومون باي شيء، وافلسوا افلاس سياسي اخلاقي مبدئي بكل المستويات، وما ظل عندهم غير بس انه يهاجمون البنات، وانه يجيبون هالقوانين هاي على مود يبينون انه هم منتصرين، او يلتحمون حول مسائل تمسهم، انه على اساس مكتسب للمكتسبات للاغلبيه الشيعيه او للمكون الشيعي بالعراق. انا هذا تصوري عن الموضوع. نعم. طبعا هو احنا يعني مثل ما نعرف جميعا، المجتمع العراقي من سنة 2011 بدأت الاحتجاجات العامة من سنة 2000، يعني على أثرها كشرارة هو أحداث الربيع العربي وثورات ما يسمى بالربيع العربي، والناس هبت بال 2011 هنالك احتجاجات في عموم العراق ضد الفساد، ومن أجل الكهرباء، ومن أجل فرص العمل. بال 2015 اتجاه نقص الخدمات واتجاه نقص الكهرباء، وايضا مره اخرى ضد الفساد ومن اجل فرص العمل. وبالسنه 2018
الخدمات، نقص الخدمات، المياه غير الصالحة للشرب، الأوضاع الصحية الرهيبة اللي تعرضوا لها أهالي البصرة واللي أدت إلى إصابات بمئات الآلاف بالأمراض بسبب تلوث المياه. وصارت أيضا حركة جدا قوية في انتفاضة في البصرة ثم سنة 2019 وهكذا. ولحد اللحظة يعني اللي موجودين، الأحزاب اللي موجودة بالسلطة على اختلاف من مختلف مكوناته، وطبعا هو أكبر مكون هو المكون الشيعي، هذه الأحزاب يعني لا قدمت خدمة للمواطن، لا وفرت فرص عمل، لا وفرت خدمات، معروف عنها بالفساد. يعني العراق حسب الإحصائيات العالمية هو يأتي في آخر قائمة الدول أو في أول قائمة الدول الأسوأ، الدول الأسوأ من ناحية الفساد. وهم حتى بأنفسهم يتحدثون عن الفساد. وطبعا هذا اللي شاهدناه بالفترة الأخيرة، نور زهير وصفقة سرقة القرن وإلى آخره، يعني كل هاي دلائل. وحتى قضية التنصت وجوحي، ويعني القضايا لا تنتهي، مسلسل لا ينتهي. فمسألة أنه يعني ليسوا بمكان أنه عندهم حلول اقتصادية للمجتمع، ما عندهم طريق حل أنه فعلا يجاوبون على حاجات الناس، لا من ناحية البطالة، لا من ناحية فرص العمل، لا من ناحية الخدمات، لا من ناحية الفساد. كل ما بالأمر كل جهة سياسية، كل حزب سياسي مدعوم بميليشياته يحاول يعزز موقعه ومكانته أمام الآخر، وهذا الآخر هو شريكه بالمذهب، قبل لا يكون هو من المذهب الآخر وقبل لا يكون من الديانة الأخرى. وهذا اللي يفسر الصراعات وعدم الاتفاقات اللي يصير بيناتهم. فلذلك يعني أنه يجيبون هذا الموضوع، موضوع يعني الناس لما قلت لك بالبداية أنه الناس تنظر لها من زوايا مختلفة، ناس قالوا أنه هذا يعزز الروح الطائفية، وناس كثيرة أول ما طلع هذا التعديل قالوا راح يمررون تحت مظلة هذا التعديل شيء آخر، شيء إحنا هسه ما نعرفه بس راح تكتشف عنه الأيام. يعني لازم يكون أكو شيء راح يتمرر، يعني خلقوا زوبعة وعاصفة، لكن بالحقيقة أكو شيء آخر يمرر من تحته. طبعا إحنا مباشرة بالجلسة اللي وراها إجا نفس رائد المالكي اللي جاب هذا موضوع التعديل، جاب مرة أخرى زيادة رواتب أعضاء البرلمان بنسبة 30%، بنسبة 30%. بالوقت يعني الناس والموظفي الدولة يناضلون للسنين من أجل تعديل سلم الرواتب. هم بقرار واحد بجلسة واحدة صوتوا على زيادة الرواتب بنسبة 30%. من الحاسب، من الحاسيب، من الرقيب لهذا الموضوع. فإنه هم هذا القضية، يعني قضية ليش يعني أول إحنا قلنا هاي مو جديدة، هاي مو أول مرة يجيبون تعديل قانون الأحوال الشخصية، جابوا بعدة طرق، استبعوا استراتيجيات مختلفة حتى يفرضوا. بالأخير هم يردون مو بس أسلمة المجتمع، جعل المجتمع شيعيا. طبعا لما يجعلون المجتمع شيعيا ويغذون الأذهان المنهج هذا، بالتأكيد يتوقعون أنه اللي يجي يصوت البرلمان أكيد يصوت العضو شيعي، النائب شيعي، المرشح شيعي. فبالأخير تتحول إلى مكاسب سياسية. وبالأساس يعني من الأشياء الأخرى اللي قيلت كثيرا من قبل أكاديميين وباحثين ودارسين، أنه هذه تسبق كل انتخابات لما يصير نوع تسابق بيناتهم على من يظهر أكثر إسلامية، أكثر شيعية من الطرف الآخر حتى يحقق مكاسب. طبعا وأنا أعتقد هم يعني بنوا رأس مالهم على كثير من الناس اللي أتصور الرجال أو المتزوجين أو المطلقين اللي هم لأسباب اقتصادية ما يقدرون يعني يفون بقضية النفقة، لأنه يتحدثون كثير مطلقين أنه أنا ما عندي إمكانية للنفقة، وفعلا يعني أكو فقر بالعراق. فلما الإنسان يعجز عن أن يوفر النفقة، لا توجد هنالك دولة تعتبر النفقة على الأطفال هي مسؤوليتها،
في آخر المطاف إذا عجز الأب لسبب اقتصادي يوفر طبعا حاجات الطفل، يجب أن تتقدم الدولة وتقول إنه يستحيل أترك مسؤولية الأطفال الاقتصادية على الأمهات فقط. الآن لما يتنصلون الأزواج أو المطلقين من النفقة، طبعا العبء راح يقع على الأم، هي اللي تقوم بهذه المسؤولية. وهم بالأساس الأمهات فقيرات، لأنه بالغالب ما يكون عندهم عمل، بالغالب أنه حتى رعايتهم الأطفال ما تخليهم يشتغلون. فتبقى المسألة أنه هسه يعني شوف التجمعات اللي يصير، يعني لما تقارن ما بين التظاهرات اللي تطلع ضد التعديل، هي مظاهرات نساء، غالبيتها نساء، على الأقل 70% منهم نساء. بالتظاهرات اللي تدافع عن التعديل تريد التعديل رجال. بس أنا أريد أوقف هنا. تشوفين إنه هاي نقطة إيجابية نادية؟ أنا ما أشوفها نقطة إيجابية. المسألة هاي ما تمس النساء فقط، إحنا هم يحولون المجتمع، يخلون المجتمع غابة. يعني أنا أتصور إنه طبعا أنا مع تضامن الكامل معه والجوهري مع الحركة النسوية اللي تجابه الرجعية هاي. بس أنا ما أشوف إنه هاي المسألة مسألة الحركة النسوية فقط، هاي مسألة مجتمع، ويجب أن تطرح بهالصيغة هاي. يعني يجب أن يكون الخطاب من عندنا إنه هذا هجمة على المجتمع، هجمة على مدنيتنا، هجمة على ثقافتنا. يعني دول الملالي اللي يقولون بشرع الله ويجيبون شرع الله وأساسا حفاظ على الأسرة، وهاي مو نفسهم دول اللي يزوجون الناس صيغة يم الكاظم ويم شو اسمه بالنجف وبكربلاء؟ مو هم نفسهم؟ يعني شنو يريدون؟ يعني كأنهم محتاجين إلى زبائن من النساء اللي تعجز عن تربية أولادها. يعني يدعون الإنسانية ويدعون الشرف والكرامة، وهاي ونجي لمكان مثل السويد. أنا عايش بالسويد، أنت شفتي أوروبا همين. يعني الناس هنا بهالبلدان هاي لما النساء تعجز عن تربية أو عن النفقة، أو الرجال ما عندهم شغل وموجودين على السوسيال، وهاي الحكومة والدولة ودائرة الضمان الاجتماعي تتكفل بصرف النفقة للأمهات اللي يربون أولاد. بهالصيغة هاي ممكن تواجه المشاكل، مو بمشكلة إنه أكو فقر ما نقدر نوفي النفقة. شو نسوي؟ والله الرجال يتخلصون من هالمشكلة هاي إنه يدافعون عن هذا القرار. يعني هاي برأيي مسألة جدا خطيرة، ومسألة جدا معيبة للمجتمع العراقي إنه يعوفون مواجهة القضية هاي وهالرجعية هاي والهجمة الشرسة على حقوق أطفالنا وطفلاتنا على كاهل المرأة بس. نعم بالتأكيد هو يحتاج إلى وعي وإدراك وتحميل الدولة مسؤولياتها. يعني هي كل الفكرة بتغيير الحضانة أو تغيير المادة 57 تكمن بأنه الرجل ما يدفع نفقة الأطفال للمطلقة، للأم، للزوجة السابقة. هو يعتقد أنه هاي الفلوس راح تروح مصرف خاص للمطلقة وليست مصرف للأولاد، مصرف للأطفال. فلذلك هم يقولون أنه حضانة الطفل تنتقل للأب حتى ما ينطي أي شيء للأم. يعتبر يعني أحد الرجال يقول وين أكو إحصائيات تثبت أنه إيش قد الطفل يحتاج؟ وين أكو؟ إحنا ننطي مثلا، وهو طبعا المبلغ ما يتجاوز يمكن $100 بكل الأحوال. يعني الحاجات طفل اللي مثل ما تشتكي الأمهات اللي عندهم مدارس وعندهم قرطاسية وعندهم خط ياخذهم وعندهم دروس خصوصية وعندهم مرض وعندهم طبيب وعندهم ملابس وعندهم أكل 3 وجبات باليوم وعندهم مختلف هذه الحاجات. يعني إذا تحسبها بالتأكيد هذا المبلغ ما يكفي. فلذلك هم يردون الحضانة تنتقل حتى ما يريدون يدفعون نفقة. طبعا بالمناسبة النفقة هنا مو النفقة على الزوجة، ضمن يعني سواء القانون النافذ أو التعديل ماكو نفقة على الزوجة. يعني لما تنتهي العلاقة الزوجية ويتم الطلاق، المرأة فقط لها حق بالمؤخر. كم المبلغ المقرر لها في المؤخر لما تم العقد؟ ايش قد خصصوا لها؟ لنفترض هسه حاليا بالعراق 5 ملايين أو 10 ملايين أو 20 مليون أيا كان المبلغ. بالطلاق تأخذ هذا المبلغ فقط، بغض النظر عن
أي ثروة كونها الرجل خلال العلاقة الزوجية، هي تأخذ هذا القدر وانتهى الموضوع. وطبعا أحيانا كثيرة النساء يتنازلن عن المؤخر من أجل أن تعتق نفسها من علاقة زوجية مثلا قائمة على أساس العنف. لذلك المسألة اللي يعني المسائل الإنسانية تحدثت عنها شمال، المسألة يعني كثير مسائل بهذا القانون، مو فقط مسألة النفقة على الأطفال وأنه يكونون أكثر وعي وإدراك أنه إذا كان هنالك فقر يجب أن يكون هنالك من يكون مسؤول عن إشباع حاجات البشر. الأطفال إحنا بحالتنا هسه بحالة النفقة جاي نناقش موضوع حاجة الأطفال. يعني طبعا هذا القانون من غير ما يقصدوا من غير ما يعلموا كشف كثير من القضايا بالفقه الشيعي، مثل قضية المفاخذة، قضية أنه مفاخذة الرضيعة، قضية أنه بالإمكان تزويج الأب أو ولي الأمر يزوج الأنثى بأي عمر كان لأن هو يعرف مصلحتها، على أن لا يتم الوطء إلا بعد 9 سنوات. الوطء يعني العلاقة الجنسية الكاملة. ومن حق البنت آسف نادية، هنا لازم أقول طبعا أنا عنون باليوتيوب إنه هذا البرنامج مو لغير البالغين، يعني كل برامجي هو الناس اللي 18 وفوق، لأن نناقش مسائل سياسية. بس أضطر لما نحكي بالإسلام وفيما يتعلق بالإسلام والزواج لازم أنوه للجميع. إذا تشوفون، إذا عندكم أطفال يشوفون البرنامج أرجوكم تبعدوهم، لأنه نحكي بالإسلام وما يقول الإسلام عن الزواج وما يقول الإسلام عن الأطفال وما يقول الإسلام عن الجنس وهاي. فهالقضايا هاي قضايا كلش صعبة للأولاد، لأنه إحنا نحكي بمنهج وأيديولوجيا فاشية ويعني ما بها ذرة أخلاق بكل معنى الكلمة. تفضلي. نعم. فمسألة يعني زواج الطفلات أنه إذا بلغت كبلوغ جنسي، بلوغ جنسي يعني هم ما يفرقون بين البلوغ الجنسي وما بين بلوغ سن الرشد العقل أو سن النضج العقلي الاجتماعي، بس يقصروا على هذا الجانب الجنسي أنه هي مؤهلة للزواج. طبعا ولما تسألهم شوفوا النفاق الاجتماعي الرهيب. يعني لما اجى وزير العدل في وقت سنة 2014 وهو كان جاب مشروع القانون الجعفري، سألوه أنت تزوج بنتك وعمرها 9 سنوات؟ ولطالما الناس كرروا هذا السؤال على اللي يدافعون عن هذا المشروع، أنه أنت تقبل تزوج بنتك 9 سنوات؟ طبعا هم يستخدمون في الإجابة جدا مضللة، أنه أنت ما مجبر تزوج بنتك وعمرها 9 سنوات. إيه نعم القانون قال هذا الشيء، بس أنت ما مجبور تسوي. نعم ما مجبور، لكنه أنت تعطي الغطاء القانوني والشرعي لأي أحد يمارس هذا الشيء يعتبر عمل طبيعي وما بأي إجرام. يعني ممارسة الجنس بين ناس بالغين وأطفال هذا جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون، مو يجب أن تسن بقانون. هسه إحنا الخطوة اللي جاي نرجع للخلف، نشرع ارتكاب جرائم، نشرع ارتكاب جرائم، بيدوفيليا، من مفاخذة الطفل إلى آخره. فلذلك عودة إلى كلامك أنه في كردستان لما بعد 93 91 93 94 مثل ما تفضلت، أصلا المطالبات كانت بقوانين علمانية، أنه ننهي اتكاء قانون الأحوال الشخصية على الشرع وعلى الدين. يجب أن يكون مستند إلى أكثر الاتفاقيات الدولية والمواثيق الدولية والداعية للمساواة والأكثر اللي وصلتها البشرية تقدما، يجب أن تكون هي المرجع. وفعلا هذا انعكس، يعني اللي صار بكردستان انعكس لاحقا لما صدر قانون الأحوال الشخصية في كردستان. هسه أكو فرق جدا كبير ما بين قانون الأحوال الشخصية في كردستان وما بين قانوننا الحالي النافذ وما بين بعد الأكثر القانون اللي هو مقترح، التعديل المقترح. في فرق، يعني أكو أشياء تتغير يعني ما عندنا مجال نروح بالتفاصيل، لكنه ترك أثر هاي الحركات اللي صارت، تركت أثرها
على بالضبط. القانون الأحوال الشخصية اللي أعتقد يعني 2008 أو يمكن ما أتذكر بالضبط أي سنة، لما صدر يعني بانعكاسات هذا التطلع نحو بالضبط. قانون أحوال شخصية أفضل. إحنا بالعكس، إحنا إمم. جاي نرجع مو بس 65 سنة للخلف، يعني نرجع إلى مسألة زمن النفقة. الجواري، زمن الجواري أكيد، مثل ما كنا نشوفه بالشارع شعارات النساء إنه ما نعم، نريد نرجع لزمن الجواري، يعودون بنا إلى زمن الجواري. تقريبا نعم، دخلنا بالمحور الثاني لموضوعنا نادية، حكينا عن بعض المسائل فيما يتعلق بتداعيات الموضوع، وأكو ملاحظات جاية، وأكو طبعا الكومنتات اللي بيها طبعا ممكن عرضها، راح نعرضها. لكن أنا بس أريد نحكي عن صحيح نعرف إنه من الناحية الإنسانية تداعياتها مخربة ورهيبة جدا فيما يتعلق بحقوق النساء وحقوق الأطفال، ولكن فيما يتعلق بالمجتمع ككل، يعني أنت تشوفين إنه نفس هل بالروح القانون هذا انوجد بلبنان. وهسه احنا عندنا بلبنان، اتصور انا درست موضوع لبنان كان في سنوات دراسة الجامعي عندي هنا بالسويد. درست التجربة اللبنانية متعلق بالمحاصصة والديمقراطية المحاصصاتية والديمقراطية التوافقية. فمن بين تداعيات الديمقراطية التوافقية كان انه قانون الاحوال الشخصية كان عندهم 18 قانون، وكان في وقت من الاوقات اذا يعني المرأة والرجل يريدون يتزوجون، البنت والولد يريدون يتزوجون بلبنان زواج مدني، كانوا لازم يروحون للقبرص يعقدون هناك ويرجعون للبنان. فهل قانون هذا من الناحية الاجتماعية تكرس التقسيم الطائفي تخليه جزء من مؤسسات المجتمع؟ لأنه المجتمع طبعا عندنا مع الأسف لحد الآن ما متشكل من أفراد، ما متشكل من يعني ماكو أفراد معينين. الفرد بمعنى يعني كينونة معينة ومعتبرة ومحترمة ما محترمة عندنا بضمن القانون هذا اللي هو أساس أو بنيان المجتمع، هي الأسرة. أوكي، ولكن إذا قيدت الأسرة بهالقوانين هاي، يعني أنت فرضت التقسيم الطائفي تجذرت بالتقسيم الطائفي حتى على مستوى الأسرة أو البنيان الأساسي للمجتمع في هالحالة هاي. فأريد تحكي لي على هالجانب هذا، شنو ممكن يكون تداعياته في المستقبل حول ما نعم، يتعلق نعم، بالتقسيم الطائفي اللي يصير والمحاصصاتية اللي تصير بالعراق. نعم. طبعا احنا نعرف يعني من البداية، من بعد 2003 والمحاصصة الطائفية اللي صارت بالعراق والصراعات الطائفية، يعني كلنا نتذكر انه وصلت لحد الحرب الأهلية بين وتقسمت مناطق، هذه منطقة سنية مثلا، هذه منطقة شيعية، وانفصلت قتل على عوائل علي وعمر، كثيرة. صار القتل نعم، على علي القتل على وعمر. الهوية، نعم، القتل على الهوية. فلذلك على الناس هوية الأحوال الشخصية، مو هالهوية الطائفية، على هوية الأحوال اي الشخصية. على خلي اسماء. يعني المتابعين من عندنا خصوصا للعالم العربي ما يفهمون انه قتل على الهوية على اساس انت اي هويتك من الناحية الثقافية، نعم، لا، من هوية اي الأحوال طائفة. الشخصية يطلعون الهوية، اسم عمر ينقتل، اسم علي ينقتل، يعني خلي نعم، نعم. نقول. فالناس عانت الأمرين من هذه التقسيمات، ودفعت ثمن غالي وتمزقت أسر. هو بالعكس هذا يؤدي إلى تمزيق المجتمع أكثر، وانقتلت ناس وإلى آخره. وأعيدت اللحمة بنظري، أعيدت اللحمة بالاحتجاجات. يعني الاحتجاجات لما يرفع العلم العراقي هو تعبير عن الهوية الوطنية ككل المواطنين، بغض النظر عن الطوائف وعن القوميات، يعني هذا المدلول مالتها. فلذلك نعم. الناس حسوا انه عبروا مرحله الطائفيه، ويشوفون بهذا التعديل هو عوده للطائفيه والتكريس الطائفيه، ومن ثم لتقسيم المجتمع. طيب اذا واحد، يعني شوف، اذا واحد شيعي ومتزوج سنيه
ولازم مذهب الزوج هو اللي يمشي، إذا المذهب الشيعي. طيب ممكن عائلتها ما تقبل هذا الأمر، والعكس بالعكس، يعني يؤدي إلى سلسلة مشاكل اجتماعية، وممكن تصير عندها، خصوصا احنا بالعراق هسه في وضع غايب به القانون تماما، ما له اي قوه، بالعكس قوه العشيره هسه اللي هي القوه المسيطره بالساحه. يعني تخيل حجم المشاكل التي لا تعد ولا تحصى، ودائما وابدا راح يكونون ضحيتها النساء ويكون ضحيتها الاطفال طبعا، والاسره بشكل عام يعني. وهذا تمزيق للمجتمع. هم في اخر المطاف اخر همهم المجتمع، آخر همهم إنه الناس تعيش بأمان، الناس تعيش وحاجاتها الأساسية صاير يعني متحقق بها الإشباع من ناحية سبل العيش، من ناحية السكن، من ناحية الصحة، من ناحية التعليم. هذا آخر همهم، آخر قضية أصلا بالنسبة لهم. لذلك يعني الآثار الاجتماعية على لهذا التداعيات، هذا مثل ما تفضلت، تداعيات هذا التعديل على حياة الناس راح تكون رهيبة. يعني تخيل احنا نسب الطلاق لحد الآن، وزواج القاصرات لحد الآن، والزواج خارج المحاكم، والاتجار بالطفلات، والعنف ضد النساء، مع وجود هذا القانون هو واصل إلى حد لا يمكن السكوت عليه مع عدم وجود قانون. طيب كيف إذا كل هذا اتقنون وصار أمر قانوني؟ العنف قانوني. يعني واحدة من شغلات النفقة، طبعا احنا المدونات ما شايفيها، ولا حتى أعضاء البرلمان شايفيها، ولا حتى الشخص اللي قدم المشروع هو شايف أي مدونة، لأن المدونة ما مكتوبة بعد، ما حد كاتب مدونة. يعني احنا جاي نتناقش على شيء على بياض، ويصير تصويت على بياض. بس المسائل الأساسية معلومة، احنا نتوقع أنه مثل ما أجى بالقانون الجعفري راح الأشياء تتكرر، يعني ما راح يجيبون يخترعون شيء جديد. فإذا رجعت هذه الأشياء مثل مسألة النفقة حسب الفقه الشيعي أو الفقه السني، إذا المرأة أو الرجل، المرأة ما تمكن الرجل منها جنسيا، ما مكلف إنه ينفق عليها. إذا كانت المرأة مريضة وما يقدر يستمتع بها جنسيا، ما مطلوب من عنده ينفق عليها. يعني تخيل الحالة اللا إنسانية اللي يريدون يدفعون بها المجتمع، يدفعون نحو الغاب، إنه المرأة هي مجرد وعاء للتفريغ الجنسي، للاستجابة لحاجات الرجل. ويعني تخيل بدل ما ينشرون قيم الأسرة وما يتحدثون عن تماسك الأسري والأسرة زين، أنت إذا تطل الفرصة إنه إذا أنت ما مستمتع بها جنسيا لا تنفق عليها. طبعا أنا قلت إحنا ما شايفين النصوص، لكنه المطلع على الفقه الشيعي يعرف هذه المواد، اللي قارئ أشياء بسيطة يعني كأي إنسان عادي، ما أقول متخصص، يعرف هذه المسائل. مسألة الإرث، إنه المرأة إذا بالقانون هو يقول المرأة من حقها ترث أي شيء، يعني من الزوج أو من الأب. بالتعديل الجديد المرأة لا ترث الأرض. لماذا لا ترث الأرض أو المزارع أو هذه القضايا؟ فيعني هذا التعديل راح يدفع بالمجتمع إلى المزيد من الكوارث. يعني أحد المحاميات اللي هي زينب جواد تقول تخيلوا لما تترك طفلها، مطلوب منها أن تترك طفلها بسبب طبعا إذا تزوجت المرأة، يعني هي مطلقة وتزوجت، يسحب منها الطفل مباشرة، يسحب منها فقط لأنه تزوجت. إذا ما متزوجة هو بكل الأحوال ينقل بعمره 7 سنوات. وهنا كيف يتحدثون عن مسألة حضانة الطفل؟ أبداً ما ينطلقون من مسألة مصلحة الطفل، مصلحة المحظون. هذه آخر نقطة في الحساب. أين تكمن مصلحة المحظون؟ أين تكمن مصلحة الطفل؟ هم يشوفوها أنه المرأة إذا زوجت تأخذ الأطفال من عندهم. ولما تروح على وين تروح الرجال أو الزوج أو الطليق، هو ما راح يقعد يربي ابنه وراح يعلمه وراح يسبحه وراح يوكله وراح يطبخ، هو راح ينقل مهام لنساء أخرى بالعائلة على رأسهم زوجته.
ونحن نعرف سلسلة المشاكل اللي جاية من زوجات الآباء وهالمسائل هذه. والآن يتحدثون، سألتني قبل شوية على آخر تطورات، يقولون إحنا خلينا نسويها 7/7. طبعا 7/7 هاي 7/7 7 سنوات مع الأم و7 سنوات مع الرجل. يعني لحد 7 سنوات هو مع الأم، وب7 سنوات الأخرى طبعا هاي بحالة إذا هي ما متزوجة، إذا زوجة الأم يسحب الطفل من عندها، وكأنه يعاقبون المرأة المطلقة الأم إذا تزوجت. الرجل ما عنده، ما عليه هذه العقوبة. من يعاقب الرجل؟ المرأة تعاقب تأخذ أطفالها هنا. لذلك المحامية زينب جواد قالت أتوقع يصير حالات قتل رحيم. تقول يعني راح يصير مشاكل بالمجتمع، أم ياخذون طفلها من عندها وياخذوه إلى مثل زوجة أب وياخذوه إلى بهذا الوضع اللي هو ماكو قانون ما موجود بالدولة. يعني ضعف، حتى لو وجد قوانين ضعف تنفيذها. القانون العشائري هو الماشي، منطق القوة الماشي، منطق الغاب هو اللي سائد بالبلد وليس قوة القانون. فتخيل حجم المشاكل اللي نادية. طبعا انا كنا مقررين البرنامج ينتهي بساعه، بس ما اتصور راح ينتهي بساعه، لانه انا عندي اسئله هوايه، خصوصا فيما يتعلق بالبعد الاممي والبعد في العالم العربي، لانه هذا البرنامج ممكن المشاهدين العرب يشوفوه، اتمنى يشوفوه، واطلب من مره اخرى من اصدقائي والمشاهدين الاعزاء انه يبثون او يعني ينشرون رابط هذا البرنامج عن طريق السوشيال ميديا، خاطر اكبر عدد من المشاهدين يشوفوه. كيف هو رد فعل الاوساط النسويه، الاوساط التحرريه بالعالم العربي؟ اتصور انه كان عندكم محاولات كشبكه امان النسويه، انه يعني او تحالف امان النسويه، انه تعرفوا يعني تعرفون الاوساط النسويه والتقدميه والتحرريه بالعالم العربي حول هالموضوع هذا. وين وصلتوا بهالامر هذا؟ مهم جدا انه نعم طبعا هنالك حساسيه كبيره وهائله عند النسويات في المنطقه تجاه هذا التعديل. وفعلا احنا عندنا التحالف النسوي الاقليمي كتحالف امان نسوي مع نسويات ومع منظمات نسويه اخرى من سوريا على وجه التحديد بشكل كبير يعني، ومن لبنان ومصر واليمن والمغرب وليبيا وتونس. فهنالك حساسية كبيرة تجاه هذا الموضوع. وطبعا الاعتقاد أو الخوف والخطر أنه لما يبدي العراق يسجل سابقة، لما يصير تراجع عن قانون الأحوال الشخصية بنحو قوانين أكثر رجعية وأكثر معاداة للمرأة، ممكن برلمانات أخرى تقتدي بهذا الأمر. وهذا يعني أنه العراق يسجل سابقة وبلدان أخرى راح تلحقه بكل المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، بالزواج، بالطلاق، بالإرث، بالنفقة، بحضانة الأطفال، راح يجري تقليده من قبل برلمانات أخرى. وهنا يعني فلذلك بالنسبة للنساء في المنطقة هنالك حساسية وتفاعل كبير. وكتبوا بعض النسويات كتبوا عن هذه المواضيع، نشروا مقالات عنها. وطبعا احنا جمعوا خصوصا ايضا النساء العراقيات في الخارج، يعني اكاديميات ومن مختلف الاختصاصات المهنيه، كتبوا مناشدات وكتبوا نداءات بسحب، وطالبنا بسحب هذا التعديل. ايضا منظمات اخرى نسوية عبرت عن تضامنها مع يعني هذا السعي. مثل ما تفضلت، هو القضية مو فقط نسوية، هي قضية تخص كل مواطن سوي. ماكو إنسان طبيعي وسوي يقبل بنته تتزوج وهي عمرها 9 سنين. أي إنسان هسه تروح يعني من 65 سنة هذا القانون ماشي، والناس يعني على درجة من المدنية أنه ما يقبلون أطفالهم، بما فيها اللي طارحين نفسهم أصحاب المشروع، هم أيضا ما يقبلوه، لكنه يقبلوه يصير بالمجتمع. وهذا يدل إذا شيء أنت ما تقدر تسويه بنفسك، كيف يعني تعتقد أنه ملائم إذا هو غير مناسب إلك، غير ملائم إلك، لماذا يكون ملائم للآخرين؟
إلا هو فكرتوا بالأساس بيوم احتجاج عالمي أو على صعيد المنطقة إقليمي ضد هذا القانون؟ لأنه هاي سابقة خطيرة إذا صارت بالعراق، يعني منو يقول باشر عقبة ما تصير بسوريا، ما تصير بالأردن، منو نعم، يقول نعم. إنه يعني شهية الأحزاب الإسلامية. طبعا القضية شنو؟ انه شغلة كلش عجيبة. انا ما اعرف شنو هذا الهوس العجيب للمتأسلمين بمسألة الجنس والمسائل الجنسية. يعني وين ما تشوف، يعني هم كثير يحكون عن الاخلاقيات والاسرة واخلاق، وطبعا الاخلاق يعنون بها في كيف الواحد يتعامل مع الجهاز التناسلي يعني. ولكن حتى في هذا المستوى وين ما شفت الحركات الإسلامية ناشطة، وين ما شفتهم مهيمنة، تشوف الأخلاق بهذا المعنى يكون بأحط أنواعها. يعني شوف أفغانستان، شوف باكستان، شوف دول الخليج، تشوف مصر، تشوف العراق. يعني وين ما يصيرون دولي يعني عندهم نوع من النفوذ. وين شوف سوريا بالمناطق اللي بيها سيطرة المتأسلمين، وهاي وين ما تشوف المتأسلمين يصير عندهم، أو الإسلاميين خلينا نقول، مو متأسلمين، إسلاميين هم، يصير عندهم سلطة ويصير عندهم هيمنة. يفقد المجتمع الحس الإنساني والخجل. يعني يفقدون المجتمع الخجل فيما يتعلق بهكذا مسائل غير أخلاقية، وبالتعامل غير الأخلاقي مع الجنس، التعامل بالاستغلال الجنس. يعني هسه الحكي اللي حكيتي أنت، يعني فيما يتعلق بموضوع أنه إذا المرأة صارت مريضة وما قدرت يعني تقوم بوظائفها كزوجة، ممكن يعني أنه الواحد يفكر كأنه هذا الشخص أساسا متفق وياها على أساس المتعة، أنه أنت تمتعيني وأنا أدفع لك فلوس. يعني وصلت بينا أنه العلاقة الزوجية، يعني خلوها منحطة إلى هذه الدرجة. هذا هو الثقافة، وهذا هو الأخلاق اللي يدعون به. ولكن طبعا خطر جدا انه هذا التيار منتشر على صعيد المنطقة كلها، وممكن انه يكون سابقة خطيرة. اذا هذا اتنفذ بالعراق ممكن يكون له تأثير كبير بالدول العربية الاخرى المجاورة وحتى الغير مجاورة. يعني ما ممكن انه نتفق على يوم معين للاحتجاج، احتجاجات نسوية تطلع، ولو طبعا احنا في ظروف الحرب اللي دا يصير بالمنطقة في هواية مسائل تتراجع للخلف. يعني ما نقدر انه يعني انه يقومون بالشيء الضروري فيما يتعلق به. بس لكن هذا هو التصور، انه لازم يكون في نوع من التضامن، نوع من التعاطف فيما يتعلق بمواجهة المسألة. بقدر تعلق الأمر يعني باتصالاتنا وأحاديثنا وندواتنا اللي صارت مع في التحالف النسوي الإقليمي، يعني مثل ما ذكرت أنه في حساسية عالية تجاه هذا الموضوع وفي غضب شديد على هذا الموضوع، وجرت كتابات يعني بهالخصوص هذا، لأن خوفا من هذا الخطر انه يتكرر هذا الامر في بلدان اخرى. يعني ما يشوفون القضيه، طبعا هم اكيد متضامنات مع نساء والمجتمع العراقي بشكل عام، لكن ايضا ممكن هذا يشكل خطر على المجتمعات الاخرى اذا هذا تم. طبعا اكيد يعني منظمات اخرى، هيومن رايتس ووتش، منظمات اخرى نسويه، احنا اصدرنا مجموعه من البيانات ترجمناها للغه الانجليزيه، اجتنا رسائل تضامن حول هذا الموضوع، تعاطف مع هذا الموضوع، حدثت مقابلات، حدثت يعني سواء صحفية أو على الأونلاين أو إذاعية، صارت هذا النوع من نشاطات للتعريف بقضيتنا. أنا أريد أقول فد مسألة عن الذكورية والأبوية بهذا الطرح. يعني هذا كل المشروع هذا التعديل بقانون الأحوال الشخصية يأكد على تكريس الأبوية والذكورية. كثير من الناس ذوي الاختصاص بالفقه الإسلامي يأكدون على أنه مصطلح أو مفهوم الأسرة غير موجود بالإسلام. ما موضوع أسرة رجل وامرأة واثنينهم شركاء وبالسراء والضراء وإلى آخره. هنالك رجل، وإرادة الرجل هي التي يجب أن تطاع، ويجب أن يخضع لها المرأة والأطفال. يعني المجتمع قائم على أساس الرجل وإرادة الرجل، فلذلك هو لما يقول إنه النفقة ما تصير، لأن هو يعتبر الرجل هو اللي يعيش المرأة، ولذلك إنه يعيشها هذا مرهون الخدمات اللي تقدمها له، وما يأخذون
يأخذون بنظر الاعتبار العمل الرعائي اللي تقوم به المرأة واللي تصرف من يومها عشرات الساعات، وإذا نحسبها عشرات الأيام، مئات الأيام، ملايين الأيام، ملايين الساعات تصرفها بعمل رعائي، ترعى به الزوج، ترعى به الأطفال، ترعى به كبار السن، تقوم بمختلف المهام، وهذا يعتبر مجاني ولا يعتبر له أي قيمة. وهذه واحدة من الجدالات اللي احنا يعني نخوض بيها، انه الرجل يعتبر، يعني حتى مسألة النفقة، انه الرجل يعتقد، لنفترض هو يعطي $100 للطفل، هذه $100 تساوي مثلا 30 يوم عمل، 30 يوم عمل، تمام؟ المرأة لما تشتغل 30 يوم عمل لرعاية الطفل ما تحتسب إلها، يعني الوقت يساوي المال، عدد الساعات المبذولة من قبل الرجل طبعا. اللي مكنته يجيب $150 وينطيها للطفل، المرأة ما يحتسب إلها عدد الساعات اللي صرفتها، اللي لو قيمت بمال، قيمت بثمن، لكان يساوي 150 أو حتى أكثر، لكن ما يعتبرون إنه هذا العمل هو عمل. فلذلك واحدة من الأشياء اللي إحنا جاي ندفع باتجاهها الاعتراف والإقرار وتثمين وتقييم العمل الرعائي اللي تقوم به المرأة، يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار، يجب أن يؤخذ ورسميا يؤخذ من قبل الدولة والمجتمع إنه هذا إلى قيمة، هذا إلى قيمة، هذا النوع من العمل، ولا يظهر بآخر المطاف إنه الرجل هو فقط يدفع النفقة، يدفع 150,000 أو $100 ما يساوي $100، المرأة تدفع نفس الشيء عبر الوقت المبذول والعمل المبذول اللي هو يساوي قيمة. أكيد. وطبعا ما أعرف إنه هسه في وضع النساء في العراق شلون، بس أتصور إنه عمل النساء مو شغلة غريبة، يعني النساء تعمل مثل ما يعملوا الرجال هسه بكردستان خصوصا. عمل النساء يعني حتى العمل اللي يجيب فلوس، يعني مو العمل اللي غير مدفوع الأجر، غير المحسوب كعمل، غير المحسوب كقيمة، يعني ما يولد قيمة، هذا مو هذا. حتى العمل اللي يولد قيمة سواء كان داخل البيت، العمل المنزلي اللي مثلا يعني يصنعون شغلات او مثلا يطبخون او يعملون للبيع بالاسواق او الشغل خارج، يعني بكردستان هذا. واتصور انه العراق نفس الشيء، يعني ماكو شيء انه المرأة ما تشتغل وما تجيب مثلا اقتصاد البيت ما تعتمد على عمل النساء، يعني ممكن يعني بزوايا كلش متخلفة من المجتمع هذا ما زال موجود. ولكن على كل حال أنا أتصور إنه مثل ما تفضلتي إنه هاي المسألة، هالقضية هاي قضية تعديل الأحوال الشخصية وتعديل قوانين الأسرة وتعديل الشرائع اللي تحكم هالمجال هذا، لازم تكون مرتبطة بتعديل مناحي أخرى وزوايا أخرى من المجتمع، وتعديل إلى الأحسن. يعني المشكلة إنه الحركات النسوية والحركات التقدمية سكتت عن الحال الموجود، وإذا سكتنا عن الحال الموجود، سكتنا على المشاكل الموجودة، أكيد راح تجينا الهجمات الرجعية، الموقف الدفاعي ما راح يعني تساعدنا. ولكن في الوقت الحالي، يعني في وقت الحريق، الواحد لازم يفكر بإطفاء الحريق، وهذا حريق ده يصير بالمجتمع، وحريق يصير بمدنية وتحضر المجتمع. هذا يحرقون المجتمع بهالصيغه، بهالتعديلات هاي. زين، على الصعيد العالمي يعني ما مفكرين انه في احتجاجات في بلدان معينه تخرج، يعني ممكن انه هذا يتحول الى قضيه عالميه ايضا في محافل معينه وتظهر. وطبعا الحكومه العراقيه يعني ممكن ما تحسب حساب هيومن رايتس ووتش وهذا، ولكن هيومن رايتس ووتش والامنستي وهالمنظمات الانسانيه ممكن تسيطر على الدول، وهم يحسبون حساب للدول، خصوصا الدول الغربيه، يعني حتى مع ادعاءاتهم الكلش الفارغه والكبيره انه هم يتناطحون مع امريكا ومع الغرب مع اسرائيل وهاي، ولكن في النهايه هم من ناحية الاقتصاد معتمدين على هالدول، ومثل ما هم أذناب لإيران هم أذناب لأمريكا أيضا. أنا هذا تصوري عنهم، يعني ما أشوفهم خارج إطار التأثير من الدول الغربية. وإذا الدول الغربية أمريكا اللي
جت إلى العراق بدل المجتمع وأخر المجتمع إلى هذا الحد وفرض الرجعية عن طريق دول العصابات، لازم يأخذون مسؤولياتهم. المنظمات الدولية لازم يعني يخلون أمريكا ويخلون المجتمع الغربي في مواجهة المستنقع اللي هم أحدثوه في العراق. نعم نعم. طبعا هنالك تحركات من قبل الجاليات العراقية في الخارج بشكل عام، يعني مثلا عملوا تجمعات أمام السفارات العراقية وحثت بعض الاتصالات، لكنه بالتأكيد لم ترقى إلى مستوى تنظيم عالمي أو تحرك عالمي. يعني خلينا نقول مثل ما حدث على صعيد غزة أو على صعيد الحرب على العراق أو على، لكن بالتأكيد هذه قضية زواج القاصرات والبيدوفيليا وتشريعها بقانون، يعني أكيد هذا ما يتقبل أي، لا بالشرق ولا بالغرب ولا بالجنوب ولا بالشمال. يعني النفس البشرية عافت هذا النمط من العلاقات. يعني العلاقة الزوجية المفروض تكون قائمة بين ناس ناضجين مدركين متخذين القرار بالزواج عن دراية وعن إدراك وعن وعي، ويعرفون المسؤولية اللي هم راح يدخلون بها بالعلاقة الزوجية. يعني ما في إنسان سوي يفكر إنه شلون أزج الطفلة بمعمعة علاقة زوجية، لكنه طبعا الثقافة اللي يسعون إلى تشييعها هذه الأحزاب الإسلامية وأعضاء البرلمان، يعني حقيقة تدفع بأكثر القيم حثالة وتخلف بالمجتمع، تحثيل المجتمع بكل معنى الكلمة. يعني شوف الآن، وهذا تكلمنا عنه بياناتنا وبمقالاتنا، يتكلمون بعض الرجال وهم الحكومة اللي تتحدث عن المحتوى الهابط وإحنا ضد المحتوى الهابط، رجال يكتبون أنا من زمان مشتهي طفلة عمرها 9 سنين، أنا من زمان مشتهي لحم طري، وما حد يحاسبه. كيف أحد يحاسبه وإذا أكو قانون راح يشرع إله؟ يعني أكو دفع بالمجتمع نحو مستنقع، مو فقط من الرذيلة، هم يتحدثون عن الرذيلة، عن تفسخ القيم الإنسانية، تفسخ تام وكامل للمجتمع عبر هذا النوع من القوانين، لأن فعلا هذه هي ثقافتهم. وكما قيل سابقا الثقافة السائدة ثقافة الطبقة السائدة، ثقافتهم هذه. ويحاولون طبعا يعني لما ينشروها بالمجتمع، أي واحد مريض نفسي أو أي واحد منحرف، أي واحد شاذ، أي واحد بيجد إنه بهذا القانون يتجاوب مع حاجاته، يتجاوب مع، بالوقت اللي هكذا أشخاص المفروض يحالون إلى العلاج النفسي، إلى مستشفيات العلاج النفسي. يعني مستشفيات مقفولة، يعني ما يطلعون منها نعم يتعالجون نعم. ويطلعون نعم. أوكي. نادية، أكو هواية من المشاهدين يعني طبعا هو هجوم كاسح علينا من الإسلاميين، بعضهم صار هواي متأثرين بالموضوع طبعا، وهاي من دواعي فرحنا وسعادتنا. ولكن أكو يعني هناك بعض الملاحظات، قسم منها بالكردي راح أحاول أترجمها إذا قدرت، بس العربي راح أعرضها طبعا. يعني في أكو الأخ الرفيق محمود عثمان قال قانون 188 أيضا لا يلائم، يسمح لتعدد الزوجات. المادة 3 لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي، واشترط لإعطاء الإذن تحقيق الشرطين التاليين. العفو، الشرطين التاليين اللي هو أعتقد موافقة الزوجة الأولى، الموافقة. نعم نعم. الشرطين التاليين موافقة الزوجة الأولى. أنا ما أصور القانون القديم ما بيه شيء، بس أن تكون الزوجة كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة، أن تكون هناك مصلحة مشروعة. أوكي، هذا هو القانون الأحوال الشخصية. الشيء اللي موافقة الزوجة، هذا التعديلات اللي جت بكردستان. طبعا أنا أتذكر يعني وسمعت إنه الناس اللي يريدون يتزوجون كانوا بسليمانية في بعد 2003
كانوا يروحون على كركوك هناك يتزوجون بالثانية. ممكن محاكم الأحوال الشخصية بكركوك يزوجهم، لأنه هاي مو ضمن الإقليم، ولكن ضمن الإقليم صار ممنوع يعني، ويحتاج إلى موافقة الزوجة الأولى والزوجة الأولى، يعني إلا إذا كانت مضطرة جدا، وممكن تكون مضطرة وتوافق. بس على كل حال القانون الأحوال الشخصية السابق ما كان في هذا الشرط، وكان في تعدد الزوجات مسموح، لأنه وقت ما إحنا واجهناها كان بها المشكلة هاي. بعدين كملاحظات أخرى، طبعا ملاحظات مو فقط لأنه هي بتنتقدنا، أساسا ما بها ملاحظات غير مهذبة وتعبر عن طبعا هذا عفوا الإناء ينضح بما به على كل حال. لكن نعم. في ملاحظات أيضا، ملاحظة بالكردية من ما راح أعرضها على الشاشة، ولكن الرفيقة تابقى تقول البرلمانيين وقيادات العراق إذا لم يكن هناك يعني مواجهة من قبل الجماهير، ممكن يحولون هذا على لقانون، وممكن أنه يزوجون حتى بناتهم بسن 9 سنوات، ويزوجون بنات أعمارهم 9 سنوات. ومهم بالنسبة لهم أنه هذا يتحول إلى قانون، لأنهم تابعين لإيران، ولذلك يحاولون أنه العراق وكردستان يتحول إلى إيران، يعني رويدا يعني بصورة بطيئة، وأن تكون جزء من إيران. أو طبعا أنا ما أعرف، هو طبعا أنه يكون جزء من إيران، أنا يعني مع تقديري أنه هذا الكلام موجود كثير، بس أنا رأيي أنه هذول ما يريدون إيران، هم أكثر تخلف من إيران. شنو رأيك نادية؟ نعم هذا يعني صحيح. يعني نوع من هاي، انه هذول مو عراقيين، ذول ايرانيين. لا يا هذول مو ايرانيين، ذول كانوا واجهوا عبد الكريم قاسم، وما كانوا يقدرون يواجهون عبد الكريم قاسم على مود الاصلاحات الزراعيه، الاصلاح الزراعي، لانه الفلاحين ما كانوا يأيدوهم. فجو على موضوع قانون الاحوال الشخصيه، ورادوا يلمون الناس على مود يواجهون عبد الكريم قاسم. يعني بوقت ما تأسس حزب الدعوة بالعراق أساسا ما كان شيء اسمه خميني بإيران. يعني حزب الدعوة أتصور أكثر يعني تاريخ، يعني يعني نقول أعرق، يعني كانوا شيء جميل، بس هو أقدم من اللي موجود بإيران. يعني التخلف اللي موجود في الإسلام السياسي اللي موجود بالمناطق العربية كانت تسبق إيران في كل حال. نعم، إذا ممكن أعلق على هذا الموضوع، أنه المقارنة مع إيران، بالحقيقة قانون الأحوال الشخصية بإيران والشروط والحقوق للمرأة في إيران أفضل بكثير بكثير مما موجود في العراق، ولا يرقون إله وبهذا التعديل بعد أكثر راح يكون أسوأ. يعني المجتمع في إيران والمرأة في إيران يعني عندها حقوق كثير أكثر في الأحوال الشخصية. يعني بعقد الزواج المرأة الإيرانية هي تضع شروطها، ممكن تضع 15 شرط، 20 شرط، 10 شروط. هي تضع شروطها بعقد الزواج، هي تضع شروطها، وهي تقدر تطالب انه المهر يكون والمؤخر تطالب به مقدما. يعني كثير يعني المجال ما يسع لهالمواضيع، لكن يا ريت عندنا قوانين مثل بالاحوال الشخصيه مثل ما موجود للاسره في ايران والمراه في ايران. نحن اكثر نحن، لكن هذه الاحزاب اكثر تخلف مما هي موجودة. لا هو أنا أقول، وطبعا هم مو تابعين لإيران بهالمعنى هاي، هم أكثر تخلف من إيران أكيد، بس لكن ملالي إيران أكيد حققوا حلمهم اللي كانوا يريدون لإيران في العراق. يعني هم ما قدروا على المجتمع الإيراني، وما قدروا على المواجهة مع الحركات التحررية، يعني مع كل هذا الإعدامات والقمع والإرهاب ما قدروا يسيطرون عليه، ولكن بمساعدة أمريكا في العراق قدروا يسيطرون على المجتمع العراقي. يعني مو بقدراتهم ولا بطاقتهم ولا بهاي يعني
بالحصار الاقتصادي اللي استمر 13 سنة، بالحروب اللي صارت بالعراق خلال كل هالسنوات هاي، هم قدروا يحققون حلمهم التاريخي فيما يتعلق بمسائل الزواج والطلاق وهي بالعراق. يعني هم مو من خيرهم انه ما يعملون هيك شيء بإيران، يعني هم ما يقدرون أساسا يعني يتخلفون إلى هذا الدرجة بإيران. ملاحظة أخرى هم بالكورية، طبعا الملاحظة اللي عرضتها هي ما للرفيق تافكا. هاي الملاحظة للرفيق عثمان أحمد، يقول برأيك رفيقة نادية، الاحتجاجات لمنظمات النسوية وجبهة التحررين في كردستان وفي العراق وتشكيل تحالف 188 إلى أي حد ممكن يأثر بهذا القرار وممكن يوقفه؟ وهل هناك في جنوب العراق وفي بغداد احتجاجات واسعة ضد هالقانون هذا؟ نعم. هيك ترجمتها بالعربي، تفضل. نعم، بالتأكيد يعني الاحتجاجات واسعة في عموم العراق، في بغداد وفي مناطق الوسط والجنوب. احنا لاحظنا وشفنا في مدينة النجف اللي هي تعتبر المركز الديني للشيعة، شفنا نساء الظاهرة ورافعين لافتات وينادون لا كلا كلا للمتعة. كيف تم الهجوم عليهم في قلب المراكز الشيعية في احتجاج؟ وشفنا الهجمة اللي صارت عليهم من قبل بعض الرجال، شيوخ عشائر أو رجال دين أو شباب ملتف حولهم. إلى أي حد تقدر هاي الحركات الاحتجاجية؟ نحن في صراع وهذا الصراع راح يعني يتواصل حتى لو تم إقرار هذا القانون إلى أن يتحول إلى أوامر إدارية وتغيير بالقوانين، يعني خلينا نقول بشكل تنفيذي وليس فقط قانوني. يعني أيضا ممكن تصير مساعي لإيقافه عن التنفيذ، عدم تنفيذه. بالتأكيد كما هو واضح أنه خلال شهرين تمكنوا من أنه يقروا قراءتين، قراءة أولى وثانية، وفعلا هم متحركين عليه بسرعة الصاروخ. يعني هذا القانون حتى يقارب سنة 1959 يمكن أخذ 15 سنة. من أواسط 1945 كانت وزارة العدل في زمن الحكم الملكي طرحت أنه وجود قانون الأحوال الشخصية في عموم العراق كجزء من بناء الدولة في العراق كدولة تأسس ب23 من الثلاثينات إلى الحد 45 ناقشوا إيجاد قانون أحوال شخصية لعموم مواطني ومواطنات العراق، جزء من بناء الدولة. أخذ منهم 15 سنة. الأحزاب الشيعية يبدون بشهرين يلغون هذا على الأقل. أنا أعرف إحنا قلنا 59 هم صاروا ضده، من 2003 هم اشتغلوا على أن يغيروه، لكن بالآونة الأخيرة خلال شهرين قراءة أولى قراءة ثانية، وليس مستبعد أنه يصوتون عليه، وخصوصا مع رئيس البرلمان الحالي من المكون السني مثلا تكلمنا أنه يمشيهم الأمور وبشكل غير قانوني. لا المية اللي هم قالوا انه احنا جايبين اسماء حتى يقرأ قراءة اولى كانت اسماء صحيحة، ونور نافع ومحمد جمعة المحامي معها راحوا اشتكوا بالمحكمة الاتحادية انه هذه بعض الاسماء مزيفة ومكررة وليست 100 اسم. اكو ناس كتبت اسمائهم هم ما يعرفون، ومع هذا ما اجاهم جواب لحد الان. ولما راحوا بالبرلمان تقول له 124 اسم، يغض النظر. يعني اكو نوع من التواطؤ، متواطئين معه انه يمشون هذا القرار، بما فيه رئيس البرلمان انه يمشي هذا القانون. نعم. يعني نكتفي بهذا القدر من الملاحظات او الكومنتات اللي جتنا. وطبعا كان لازم هذا البرنامج يطول اكثر، والمناقشات واكو مواضيع ما تناولناها يعني ما لحقنا، ولكن اتصور انه لازم نلتزم بالوعد على الاقل ساعة ونص، ما نقدر نطول بالبرنامج اكثر منها، والا ممكن انه ما يصعب متابعته والاستماع له. أشكرك شكر جزيل نادية، وأتمنى أنه في أوضاع مناسبة وفي أوضاع أكثر يعني أحسن من الوقت الحالي، وأنه المواجهة ضد هذا القانون، ضد هذا الهجمة الشرسة الرجعية تنجح، ويكون لنا لقاء آخر في ظروف أفضل. شكرا جزيلا مرة أخرى. شكرا. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا شمال، شكرا جزيلا للدعوة. أهلا وسهلا.
نعم أعزائي، بهذا ننهي هذا البرنامج. أطلب منكم مرة أخرى إذا ما متابعين القناة على اليوتيوب تابعونا، يعني ودقوا على الجرس على مود يجيكم البرامج الجديدة. احنا القناة يعني أكثر شيء يعمل برامج باللغة الكردية، ولكن أيضا بالفارسية والعربية نحاول نقدم البرامج بين الحين والآخر. شكرا جزيلا لمتابعتكم، أتمنى ألتقيكم ببرامج أخرى، وإلى اللقاء. شكرا.